بنتي متعودة ترمي أي بواقي أكل في الباسكت، وتغسل أي طبق أو كوباية بعد الأكل أو الشرب بالمية والهاند شاور بتاعها، وتحطه في المطبخ مع المواعين، وأنا بعد كده أبقى أدعكه وأشيله عشان تسهل عليا يعني وتساعدني. دايما بشجعها على التصرف ده طبعا، لأنها بتعمله من نفسها حتى من غير مطلب. ففي مرة شربت شاي بليمون وهي حبت تغسلي الكوباية بتاعتي عشان ما تعبش، والليمون طبعا كان لازق في الكوباية مش راضي يطلع بالمية والشاور العادي. فجابت فرشة الأزايز من المطبخ تدعك بيها الكوباية ونضفتها، وانا شجعتها كتير قوي، لانها بتحاول تخلي الحاجة نظيفة يعتبر عشان ما تعبش فيها، مش مجرد ان هي بتبلها بشوية مية وخلاص. فدعكتها بالفرشة دي كويس قوي وبقيت نظيفة. من حماسها حبت تعملي مفاجأة، وراحت اخدت نفس الفرشة تدعك بيها التويلت. طبعا اول ما شفت المنظر قلت يا لهوي، وهي اتخضت وتملكت اعصابي وكنت هلطم، خصوصا الفرشه لسه جديده ونوع حلو ومتين، وهي عارفه اصلا ان في فرشه مخصصه للتويلت. سالتها ليه يا لولا كده، مش انتي عارفه ان دي بتاعه الازايز وفرشه التويلت اهي جنبها، ما انتي عارفه ليه استخدمتي دي؟ قالت لي سوري يا ماما، بس هي بتنظف حلو قوي زي ما نظفت الكوبايه، هنضف فيها التويلت وهغسلها ما تقلقيش عادي يعني. هي فاكره ان عادي بعد ما نستخدمها نغسلها ونرجعها مكانها، مفيش مشكله. قلت لها شكرا انك بتساعديني طبعا حبيبي، بس دي بننضف بيها الازازه والكوبايه بس، ما ينفعش نستخدمها في اي حاجه تانية، ومهما غسلناها مش هتنضف، هنضطر نرميها بقى خلاص. وقعدت اشرح لها ليه بالتفصيل، وان دي جراثيم مش بنشوفها، ولما بتلزق في الحاجه مش بتخرج، ولو استخدمنا الفرشه تاني في كوبايه او ازازه نتعب ونروح للدكتور، وممكن يجيلنا امراض كتير. وختمت كلامي بان هل مثلا ينفع اجيب الفرشه بتاعه التويلت دي انضف بيها البوتل بتاعه ليكسي؟ قالت لي لا طبعا هتبقى يعة كده. قلت لها برافو عليكي، كده هنضطر نرمي الفرشة بقى. راحت سكتت شوية وقالت لي ما كانش قصدي يا ماما سوري، وراحت تجيب من حصلتها فلوس عشان اشتري واحدة غيرها بدل اللي احنا رميناها. بنتي اتعلمت ايه؟ ان ماما بتحبني حتى لو عملت مصيبة، اني فهمت الفرق بين استخدام كل حاجة فيهم حتى لو هي نفس الشكل والفكرة، ان في حاجة اسمها جراثيم وما بنشوفهاش، ما ينفعش نتعامل معاها بسهولة خالص، مش مجرد ان فرشة هشطفها وهترجع زي ما كانت. اني اعتذر عن الغلط حتى لو كانت نيتي اني اساعد، اني اصلح كمان الغلط لو ينفع يتصلح او اجيب غيره من مصروفي. كل دي حاجات بنتي اتعلمتها. فمهم جدا ان احنا ما ننفعلش من التصرف او الموقف قبل ما نفهم، علشان الطفل يطلع مستفيد منه اكبر استفادة ممكنة. وكده كده المشكلة بتعدي والمصيبة بننساها، لكن اهم حاجة علاقتنا بولادنا زي ما هي وما توترتش.